السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين النهارده يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض الفطير المشلتت الفلاحي من ايد ست الحبايب امي، ربنا يخليها لينا يا رب. اهو بدأنا نعجن الفطيره اهو يا حبايبي. حطينا 2 كيلو من الدقيق بعد ما دوبنا يا حبايب قلبي شويه سكر وشويه ملح في شويه ميه دافيه كده عشان احنا في الشتاء. وحطيت السمنه بقى بتاعتي تفك كده على الدفايه، وهنعمل شويه شاي كده جنبيها واحنا قاعدين نتسلى كده مع بعض، وهنعجن يا حبايب قلبي الفطير مع بعض اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الطلاق حبيبي يا رسول الله. هنبتدي كده يا حبايب قلبي نعجن واحدة واحدة كده بمية سخنة عشان لما نيجي نفرد معانا الفطير كده يبقى ايه، يفرد معايا على طول، عشان احنا عارفين بقى ان احنا في الشتاء والعجينة بتاعتي بتشد اهو. بدأنا نعجن كده مع بعض يا حبايب قلبي. بدول 2 كيلو من الدقيق، ما باخدش عجن ولا حاجه، هما شويه الملح وشويه السكر وشويه ميه دافيه لو احنا في الشتاء حبيبي يا رسول الله. اهي ماما بقى بدأت تعجن اهو يا حبايبي فيه خلاص كده، بتلم العجينه عشان تخلع العجين من ايديها كده. ونعمل مع بعض بقى احلى فطير مشلتت، ولا محلات ولا غيره اهو. شايفين بقى هتبدأ تقطعه كده شويه دقيق كده، فردته مع الصينيه وتبدأ تقطع فيه كده قطع صغيره على قد الرقاق اللي احنا هنعمله في الفطير، رق كده. اهي بدأت تشكل كده يا حبايب قلبي بالعجينة اللي هي عايزاها اهو يا حبايبي. بتقطع كده شوية دقيق كده ايه، وتقطع بقى قطع صغيرة كده من الفطير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وانا حطيت السمنة بتاعتي تفك، وهنبدأ نفرد بقى يا حبايب قلبي الفطير كده يرتاح 5 دقايق اهي على الصينية كده مع بعض. هنفرد رق كده بالسمنة، شوية سمنة بلدي على شوية سمنة نباتي كده، وهنفرد بقى ايه الفطير بتاعنا اهو. بيتفرد معانا بسهوله اهو عشان هو ارتاح 5 دقايق واحنا عاجنينه بميه سخنه، فارتاح على طول واتفرد معايا اهو يا حبايب قلبي. وهنا بدأنا بقى نشوي بتنجان كده على الدفايه دي، ما شاء الله عليها جميله يا حبايبي. بعمل عليها كل حاجه وانا قاعده كده. شوينا بتنجان عليها، ممكن اعمل شاي، ممكن اعمل قهوه، اي حاجه كده وانا قاعده اسخن عليها عيش، اي حاجه. هفرد تاني اهو يا حبايب قلبي اهو. بتتفرد معايا ما شاء الله بكل سهوله. ادي رق تاني اهو، طبقه تانية اهو، ونحطها على التالتة اللي احنا عملناها مع بعض اهو يا حبايب قلبي كده. بفرد بشويه سمنه وسهل خالص ما شاء الله عليه، ما باخدش وقت ولا حاجه اهو. شايفين كده على الرقات اللي احنا حطيناها كده، وهنحط عليه كده. وبكده يا حبايب قلبي اهو برضو بدأنا نعمل تاني اهو مع بعض، وتتفرد برضو العجينه معانا بسهوله. بنحطها في السمنه كده اللي معانا ونفرد كده برضو، بتتفرد بكل سهوله. وهنا بقى يا حبايب قلبي دخلناها الفرن اهي تستوي. احنا عملنا 2 كده، دول حطيناهم عشان احنا جعانين بقى والجو برد كده، قلنا نسويهم كده وناكلهم على طول. وهنكمل بقى مع بعض باقي الفطير اللي معانا اهو. ماما شغاله في دي كده، وسوينا اللي كان في الفرن ده سويناه كده ايه وكلناه اهو يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله، كان طعمه جميل ورقات بقى ما شاء الله عليه، احلى من اللي بيتباع في المحلات اهو. بتتفرد معانا بكل سهوله. وهنشيلها بقى ونحطها على الرقات التانية اللي برضو حطيناها على جنب كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. مفيش اسهل من كده اهو يا حبايب قلبي. ده اهو على طول على جنب كده. وهنكمل برضو بقى الفطير كده معايا كده بنفس الطريقة كده بالسمنة كده، ونفرد. وبعدين هنلمها بقى فطيرة كده على عدد اللي انت عايزاه، 10 رقات 8 رقات اللي انت عايزة تحطيه في الفطير
على حجم الصينيه اللي انت هتسوي فيها اهو، بتفرد معانا بكل سهوله اهو. اهو يا حبايب قلبي. اهو نلم كده برضو. شايفين بقى شكل الفطير بقى في الفرن ما شاء الله عليه مورق وجميل. هنلم بقى الفطيرة دي مع بعض كده، هنعملها فطيرة، نعملها فطيرة حلوة كده يا حبايب قلبي اهو. لازم نلمها كده اهي، عايزة تحط عليها تاني تحطي حسب الصينية اللي انت عايزاها. كده بدأنا نلم الفطيرة اهو يا حبايبي اهو. شايفين شكلها ما شاء الله عليه، بالسمنة البلدي بقى والفلاحي ما شاء الله. اهي فردناها في صينية، مش كان متواجد عندي الا الصينية الطويلة دي يا حبايبي، فردتها في حسب بقى الصينية اللي انت عايزاها، دوران او مستطيل زي ما انت عايز. وهنسويها بقى على الفرن كده كده سخن، احنا مسويين فيه فطرتين قبل كده فسخن على درجة حرارة 180 اهو. شايفين حطيتها تحت وبعدين هطلعها على الشواية فوق تاخد لون اهي كده في الفرن اهي يا حبايبي. اهي شايفين بعد ما خرجت بقى بسم الله ما شاء الله عليها مورقة وجميلة ما شاء الله. شايفين يا حبايب قلبي ما شاء الله عليها اهي. كان ما شاء الله طعمه جميل بقى، عسل اسود بقى على طحينة وجبنة قديمة، وعملنا بتنجان مشوي بالدقة كده ما شاء الله عليه. شايفين بقى هنوريكم اهو يا حبايب قلبي فطير جميل اهي مورق بقى من ايد ست الحبايب.